السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وبأسعد حال ان شاء الله. انا بعد ان وقدم كده فبصراحة ما كانش ليا مزاج اطبخ، فقال لهم يا ماما اعملي لنا بقى اي حاجة ناكلها، فقمت بقى عاملة الاكلة ديت على السريع وما خدتش مني وقت ولا اي حاجة. انا هنا كان عندي صدر فرخة في الفريزر، حاطاه في الفريزر اللي هو البانيه، قطعته مكعبات زي ما انتم شايفينه كده، وقرنين فلفل رومي، قرنين فلفل رومي مقطعاهم. وعندي هنا بقى شوية معلقة فلفل اسمر وبصل بودر وتوم بودر وملح ومرقة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نصلي على النبي كده يا جماعة، وما تنسونوش باللايك الجميل بتاعكم. هنا بقى نزلت بطاسة بقى صغيرة على قد حتة الصدر اللي انا عاملاها. نزلت كده بقى بايه، بمعلقة من السمنة، ونزلت كده بشرت بقى فصين من التوم، نزلت بهم كده وحمرتهم كويس لحد ما خدوا درجة اللون اللي هو الاصفر. ونزلت بعد كده بقى بالصدر الفرخة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده. هفضل اقلب فيها بقى شمال ويمين لحد ما تاخد لون. عايزه اقول لكم الاكله دي كانت طعمها جميل جدا ما شاء الله. نزلت بقى كده بالبصل بودر والثوم بودر عليها، طبعا انا مش هحط بصل ومش هحط طماطم. ونزلت بمعلقه الفلفل الاسمر اكتر من فلفل الرومي، انا ما حطيتش، وما حطيتش كمان فلفل حامي علشان ادم يعرف ياكل منه هو واخوه. ونزلت كده بقى بشويه الفلفل الاسمر وشويه ملح صغيرين وقلبت فيها كويس. نزلت كده بشويه فلفل في الاول، وبعد كده هرجع بقى احط كميه الفلفل اللي معانا اهيت، واقلب بقى شمال ويمين كده، وهدي بقى احطها على نار هاديه واسيبها بقى كده مع نفسها. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا اهوت كوبايتين من اللبن، عندي طبعا كيس مكرونه بقى، طبعا هنعمل معاها كيس مكرونه سباكيتي. وعندي كوبايتين من اللبن وثلاث معالق من الدقيق، 3 معالق كبار من الدقيق، ومعلقه فلفل اسمر ونص معلقه ملح ومرقه دجاج. يلا بينا نعمل. وطبعا معانا السمنه بتاعتنا. يلا بينا نعمل الصوص بتاعنا. هو يعتبر زي البشاميل، بس انا مش حاطاه في الفرن وعاملاه بالمكرونه الاسباجيتي، حاجه كده على السريع وما خدتش مننا وقت ولا خدت مننا مجهود بصراحه. نزلت ب3 معالق من السمنه، ونزلت ب3 معالق من الدقيق، وافضل اقلب فيها كويس علشان ما يبقاش فيه تكتلات زي ما انتوا شايفينها كده. هفضل اقلب وهي على النار، افضل اقلب 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 لحد ما احس ان هي خلاص استوت وشم ريحه الدقيق بقى وهو بيستوي. بتنزلي عليها باللبن. يعني انا عندي ما بيحبوش البشاميل بصراحه، مع ان ده يعتبر زي البشاميل، بس هم كلوه، يعني هم كلوه ما شاء الله كلوه، وكان طعمه جميل جدا. إيه بس ما بيحبوش البشاميل المكرونه اللي ما تحطش في الفرن. فانا قلت لهم خلاص انا هعمل لكم مكرونه بالفراخ بصلصه بيضه تغيير كده. نزلت بقى بكوبايتين من اللبن زي ما انتوا شايفين اهوت، وادي الكوبايه التانية بتاعتنا اهيت. وافضل بقى اقلب فيها عشان ما يحصلش معايا بقى كلكعه وتكلكع معايا. نزلت بقى بشويه الملح كده، وهنزل بقى بشويه الفلفل الاسمر، وافضل اقلب. هي بدات تتقل معايا اهيت زي ما انتوا طبعا عارفين البشاميل. وهنزل بقى بالمرقه بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم ان هم بعد ما كلوها قالوا لي احنا عايزين تاني. كانت ما شاء الله جميل، مع انه يعتبر زي البشاميل بالظبط، بس انا اتغيرت يعني عملت كانها كده ما حطيناش في الفرن. طبعا انا بغلي الميه عشان المكرونه، لان هم بصراحه عندي بيعشقوا المكرونه الاسباجيتي موت عن اي مكرونه تانية. انا هنا طبعا اهي صدر الفرخه بدا يستوي معايا. انزل بقى بالمرقه بتاعتنا كده في الاخر وهقلبها كويس.
يا ريت ما تنسونوش باللايك بتاعكم، واللي ما اشتركش معايا يا ريت يشترك في القناه ويفعل معايا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم ان شاء الله. كده دوت الصوص بتاعنا، او نقول البشاميل او الصوص ده براحتك بقى اللي انت تقوليه. انا بقول الصوص بتاع المكرونه زي ما انتوا شايفين هو كده تقل معايا. انا بقى الميه غلت، نزلت بقى بالمكرونه الاسباجيتي في الميه السخنه بتاعتنا، وافضل اقلب فيها. طبعا انا حاطه شويه زيت علشان ما تعجنش، لان انا هسيب المكرونه وهتابعها. شايفين البشاميل والتقل بتاعه، يعني القوام بتاعه حلو جدا. وده خلص اهوت وقفلت عليه، مستنيين بس المكرونه. وادم كان واقف لي كان مستعجل عايز ياكل، كان جعان خلاص جاب اخره. هفضل بقى الف في المكرونه علشان ما تعجنش مني، وهسيبها لما تستوي تماما. هي تقريبا لسه لها شويه وهشيلها. انا بحط زيت عشان ما تعجنش معايا. وبعد ما بصفيها برضو بضيف عليها برضو شويه او معلقتين من الزيت، شويه من الزيت زي ما انتوا شايفينها كده. غرفت طبق ليا بقى وطبق لادم. انا عايزه اقول لكم ان كانت بسم الله ما شاء الله جميله والله العظيم، جربوها. مش شرط تتعمل ببشاميل، هو ما بيحبش البشاميل بس كلها كده، كلها بالطريقه دي وحاجه تغيير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونوش باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.